يا صباح الفل يا حبايب قلبي، صباح العيش الرح الطري الفلاحي اللي شكله يرد الروح. بسم الله ما شاء الله. صلوا على النبي يا حلوين. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. لو اول مره تشوفيني بقى يا حبيبه قلبي انت وهي، اضغطي متابعه للصفحه على الفيسبوك باسم يوميات نهى رزق، وعلى اليوتيوب باسم منوعات نهى رزق. ليك وشير بقى يا حلوين للفيديو. هنعمل النهارده بقى مع بعض العيش الرح، بنقوله عليه العيش الرح والعيش القمح. شايفين بقى الجمال والحلاوة ده كله؟ هعمله لكم بطريقة سهلة جدا جدا وبسيطة. صلوا على النبي بقى يا حلوين. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. حط لايك بقى يا قمر، وتعالى يلا نبدأ مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. معانا اول حاجة يا حبايبي كمية الدقيق بتاعتي. انا طبعا بعمل كتير. تمام. تمام يا حبايب قلبي، هنحط ملح بس. اول حاجة معانا الملح ده. بصوا بقى يا حبايبي، انا هعمل دلوقتي بالخميره البيره. لو خميره فوريه حطها في الدقيق. احنا في الشتاء هنحط ميه دافيه، هنعجن بميه دافيه، لكن في الصيف بناخد ميه عاديه خالص من الحنفيه. تمام يا حبايب قلبي. شوفوا بقى سمك الدقيق اللي معايا، العجين يعني هيبقى عامل ازاي. العيش الرحي ده يا جماعه لازم العجينه تكون طريه طريه. وبعدين تبع الدقيق بتاعك، في دقيق بيشد وفي دقيق بيفرط. احنا كده يا حبايبي كده لوكنا الدقيق اهو. ساعة ما لوك الدقيق اروح حتى الخميرة، احط شوية مية كده زي ما انتوا شفتوا معايا، واحط الخميرة تبوش وابدأ اعجن بقى. اهم حاجة في عيش الرح ده يا جماعة اللت. شفت الواحدة الست بقى اللي كلامها كتير، بتلت وتعجن كتير. الناس الأولى بمعنى الأصح، أهو العيش الرح ده بيحب القوالة. يعني بيحب اللت الكتير، نلت ونعجن حلو قوي. ونحط بقى يا حبايبي المية شوية بشوية، ما نحطش المية مرة واحدة علشان ما يكلكحش. لازم بصوا العجين. اختكم ام الاء دي يا ولاد بقى شاطرة قوي، تعمل شوية مخبوزات فلاحي بقى، ما تقولوش لعدوانكم عليها. حطوا مية يا حبيبة قلبي، وحط واعملي كده زي ما انت عارفة، زي ما انت شايفة قصدي معايا. بصوا بقى، بصوا شوفوا الحركة دي ترارارارا. طب شوفوا الحركة دي ترارارارا. بسم الله ما شاء الله. شوفوا بقى الطبة بتاعت ام الاء. اخليكوا بقى يا جماعة مع الجمال والحلاوة بتاع العجين العيش الرحي بتاع اختكم ام الاء ده. شايفين سمك العجين بتاعي؟ هوريلكوا تاني، هشيلكوا دلوقتي شوية، يعني شوية كده في العجين. بصوا طري. العيش الرحي لازم يكون العجينة طرية، لازم تكون طرية وتتلت حلوة قوي. على قد ما تقدري تلتي يا حبيبة قلبي لت. ما نحطوش الا المية الملح والخميرة بس. تحطي ولو فضل، لو يعني شوفي بقى الطبة سهلة جدا. تحطي كده بصوا ايديا كده في وسط العجين اهو اهو. دي الطبة زي ما انتوا شايفين الطبة دي كده اهي. لازم العجينة بتاعتك تقوم كده تعمل بقليل كده زي ما انت شايفة معايا كده يا حبايب قلبي. جربيه بقى ودعوة حلوة منك. عمايله سهلة جدا يا جماعة، بس احنا اللي بنكسل. صدقوني يا حبايبي، الحاجة احنا بنعملها في البيت ما بتكلفش، بس احنا اللي بنكسل. اهو شايفين طري كده، عايزاه طري خالص كده يا جماعة، خصوصا في الشتاء. لكن احنا لو في الصيف هنبقى العجينة لابسة شوية، عشان طبعا الصيف بتبقى الدنيا حر فالعجين بيفرط اساسا. لكن احنا في الشتاء ما تخافيش. بصي احلى مخبوزات تاكلها في الشتاء وتعملها في الشتاء. ما فيش اي مخبوزات يا حبيبة قلب اختك بتبوظ مننا في الشتاء. شايفين يا جماعة؟ اهو تطب بقى على قد ما تقدري وتلت على قد ما تقدري، زي ما انتوا شايفين كده يا حبايب قلب اهو. العيش القمح ما هو الا لت وعجن، لت وعجن اهو. انا كده خلصت، نسيبه بقى يخمر يا حبايب قلبي. كده العجينه بتاعتنا خمرت. شايفين الوش عامل ازاي؟ مطلع البقاليل دي على العجينه بتاعتنا بقى ناجحه ومية في المية. بسم الله ما شاء الله. جبت بقى يا حبايب قلب الصواني، حطيت عليها ردة. الردة لازم تكون تقيلة يا جماعة، نرش الردة ونخليها تقيلة على الصواني علشان العيش بتاعنا طري طبعا ما يلزقش مننا في الصينية. جبنا بقى الزيت وقطعت كده اهو. اسهل حاجة، اهم حاجة تبقى انت قلبك جامد بس، تعرفي تتمسكي حلوة قوي في العجينة يا حبيبة قلب اختك اهي في ثواني. تبلي ايدك زيت او تدهني ايدك زيت، وتحطي كده وتخلصي وتسيبيه بس يخمر قال ايه. قال يخمر يرتفع بس 5 دقايق يا دوب على ما تولعي الفرن.
ولعنا الفرن كده وسخن يا حبايب قلبي من فوق ومن تحت، وريحنا كده بالشكل ده. بسم الله ما شاء الله. شايفين العيش طلع عامل ازاي يا جماعه؟ ايه رايكم في الجمال والحلاوه ده؟ انتوا احكموا كده بنفسكم. بسم الله ما شاء الله. العصر بيداني يا حبايب قلبي. يا رب استرها معنا ومعاكم يا رب، واسترها مع اولادنا جميعا يا رب. الستر والصحة مفيش أحسن منه يا جماعة. كده يا حبايب قلب اهوت العيش. العيش كمان خمران ومعجون حلو طالع كله قابب. بسم الله ما شاء الله. حاجة كده عسل، حاجة عاملاها بإيدك، حاجة نظيفة. والله مهما نشتري مش هنشبع يا جماعة، ومش هيبقى فيها بركة زي الحاجة اللي احنا عاملينها في بيتنا. بسم الله ما شاء الله. ايه رأيكم بقى يا حبايب قلبي؟ يلا حبايب قلبي بقى حط اللايك لو انت معايا لحد دلوقتي. دعوة حلوة بالله عليك، والعصر بيدا. يا رب استرها معنا ومعاكم جميعا يا رب. اللهم امين يا رب العالمين. اهو يا حبايب قلبي بسم الله ما شاء الله. كمان نشونا بتنجان اهو. نعمل بقى سلطة بابا غنوج. كنت عاملة كمان يا حبايب قلبي صينية بامية باللحمة الضاني، بس الصراحة ما جبتهاش. هبقى انزلها لكم كده في مقطع ليرز صغير. بس اشتركوا بقى يا حبايب قلبي بقى، اعملوا متابعة للصفحة واشتركوا في القناة على اليوتيوب باسم منوعات نهى رزق. ما تنسوش بقى يا حبايب قلبي تعملوا شير للفيديو بعد اذن حضراتكم. وانا بشكر كل حبايب قلبي برضو اللي تابعوني جديد في الصفحة. كتر الف خيركم، ربنا يخليكم ليا، ما يحرمنيش منكم ابدا. احلى اخوات واحلى متابعين في الدنيا واحلى عيلة والله يا حبايب قلبي. وربنا يكبر بخاطركم يا رب زي ما انتوا جبرتوا بخاطري. كل واحدة وكل واحد بيسمع لي فيديو والفيديو بيعجبه ويعلق لي تعليق حلو ويحط لي لايك ويعمل لي متابعة للصفحة، جزاها الله كل خير. مش هقول اكتر من كده. ربنا يخليكم كلكم يا رب، ما يحرمنيش منكم ابدا يا حبايب قلبي. لو انت معايا لحد دلوقتي بقى اعملي لي المتابعة كمان مرة ودعوة حلوة. تمام يا حبايب قلبي. ايه رأيكم في العيش الجميل ده؟ لا قول رأيك بصراحة. ايه رأيك في عيش اختك ام الاء بقى يا حلوة انت وهي؟ بسم الله ما شاء الله. شوية عيش بقى عسل. تعالوا بقى كلكم يا حبايب قلبي خدوا عيش فلاحي، عيش طري، عيش قمح. احنا عندنا في الفلاحين بنعشق العيش القمح ده يا جماعة. كنا كل يوم نقوم لازم الفرن شغال على العيش الرحي ده يا حبايب قلبي اهو. ما بياخدش وقت يا جماعة. انا مسافة ما خدش مني الرحي، ما خدش مني تلت ساعة كنت مخلصة الكمية اللي انتوا شايفينها معايا دي. شايفين الجمال؟ شايفين الحلاوة؟ بسم الله ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله بجد يا جماعة والله. العيش كله طالع قابب وزي الفل. احكموا بقى بنفسكم. اهو يا حبايب قلبي. اهم حاجة زي ما قلت العجين يترحي كويس ويتلت كويس. مش عارفة تطبي؟ بصي اي حركة كده بايديكي، اي حركة اعمليها. هو العيش القمح اصلا بيحب اللعب الكتير. اكنك بتلعبي كده يا حبيبة قلب اختك بايديكي كده، اكنك بتطبي مش بتعرفي تطبي كده. وتبصي تشيليه بقى كده بالراحة وجمدي قلبك. أهم حاجة قلبك يكون جامد. تمام يا حبايب قلبي. يلا حبايب قلبي بقى لايك وشير يا حلوين للفيديو. هتوحشوني جدا جدا والله يا جماعة. وكمان أنا لو فضلت أشكركم أقول لكم إيه بس. هقول لا إله إلا الله وجزاكم الله كل خير يا حبايب قلبي. ولو شايفه انك استفدت من الفيديو معايا يا ريت بقى ما تستخسريش اللايك يا حبيبه قلبي. ولايك وشير يا حلوين وكومنت حلو منك بيسعدني. إيه رايك بقى في الجمال والحلاوه ده؟ لو عجبك العيش بقى ما تستخسريش اللايك يا قلب اختك. تمام؟ اوكي قولوا اوكي يا ام الاء. العيش طالع بص يا جماعه ملبن، حاجه طازه، حاجه بيتي، حاجه فلاحي، حاجه جميله. الزيت كمان يا جماعه اللي انا قطعت بيه العيش بيخلي العيش يلمح كده وتحفة. الطعم بقى يا جماعة بصراحة تحفة تحفة تحفة. لو عجبك الفيديو يا حبيبة قلبي لايك وشير بقى يا حلوين. استودعكم في رعاية الله وأمنه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باي باي.